15 برو هو أول آيفون جاب إطار تيتانيوم نحيف وقوي. مفتاح الصامت تغير لأول مرة وصار اسمه بقول لك انا بورس، ايه رايك اشتري التليفون ده؟ انا شايف التليفون ده حلو. عامل كام على كده؟ عامل تقريبا 999 جنيه. طب يا عم حلو مش غالي. يعني اتوكل على الله واروح اشتريه؟ اتوكل يا عم على الله ولا يهمك. ماشي يا عم، يلا ما جعلنا ما حد حوش. يا بخته. ولا لؤى انت هلا انت ولا كده بورس. الولاد ده رايح فين؟ راح يا عم يشتري ايفون 15 برو ماكس. تمام. ايه ايفون 15 برو ماكس ليه؟ فلوس زياده معاه بقى. تقول ايه؟ فلوس زياده معاه وانا داير بشحت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله، الفلوس دي كده هتجيب لي الايفون 15 برو ماكس وهيفيد مني فلوس كمان. الله اكبر، يلا على البركه. لا ما هو مش هينفع كده يا ابو الصحاب، ما انا عايز اعرف برضه انت فقدت النطق وبعدها خلاص ولا في ايه؟ ما تتكلم يا عم انت. مش قادر انطقها. بقول لك يا ابو الصحاب، انت كده خليت الفون يلعب في عبدي، فبوس عليا ما تقلقش، اطمن، خليك ريلاكس واتكلم عادي، مفيش اي حاجه اتكلم. اخويا لؤى رايح يشتري ايفون 15 برو ماكس. طب يا عم ده انت قلقتني. ايه؟ تليفون 15 برو ماكس. ايه ده يا ابني؟ ما تعملش في نفسك كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك ايه حضرتك، موجود عندكم هنا في المحل ايفون 15 برو ماكس؟ ليه حضرتك بتسأل على ايفون 15 برو ماكس؟ كنت عايز اشتري حضرتك، هو ايه اللي ليه؟ انت عايز تشتري ايفون 15 برو ماكس؟ انا فيها حاجه؟ لا 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 ما فيهاش اي حاجه خالص. عايز انا في المحل ده اجيب ايفون 15 برو ماكس؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عايز ايفون 15 برو. حضرتك الاقي عندكم هنا ايفون 15 برو ماكس؟ والله يا فندم الايفون بتقول ايه؟ ايفون 15 برو ماكس. ايه ده يا جدعان؟ هو كل ما انا اخش اقول له عايز ايفون 15 برو ماكس يغمى عليك؟ حبايب قلبي يلا بسرعه، اللي عملش الفيديو وبعدين مستنيين، يلا بسرعه انزل اعمل لايك واشترك في القناه مش مشترك فيها وفعل زر الجرس. حبايب قلبي والله زي ما بقول لك كده، انا جمعت ال 700 جنيه ورايح دلوقتي عشان اجيب التليفون النوكيا الاشم التاني اللي انا نفسي فيه. الحق يا بابا، 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 في مصيبه كبيره هتحصل دلوقتي لازم تلحقها. مصيبه ايه؟ الله يخرب بيتك فيه ايه؟ ابنك لؤى رايح يشتري ايفون 15 برو ماكس. بس كده يا حته حيوان؟ روح يا شيخ، منك لله، حسبنا الله ونعم الوكيل، خططنا على الفاضي. ايوه يا حاج محمود، نكمل بقى كلامنا. كنا بنقول ايه؟ ايه ده؟ في ايه يا بابا؟ ايه اللي يا ولادي؟ ده التليفون اللي هو رايح يشتريه ده عامل 100,000 جنيه. اخرس يا حيوان. من ليه كده؟ طيب يا بابا في ايه؟ هو يا متخلف في تليفون ب 100,000 جنيه؟ انت هتستعبطني؟ على اخر الزمن حتة معايا المعفص هيضحك عليا. ايوه يا حاج محمود معلش اخرت عليك. كنا بنقول ايه بقى؟ على فكرة يا حاج، في تليفون نازل اليومين دول ب 100,000 جنيه. نعم؟ يعني الكلام ده بجد؟
ها طبعا بجد يا بابا، رايح يجيب ايفون 15 برو ماكس ب 100,000 جنيه. السلام عليكم. حضرتك كنت عايز ايفون 15 برو ماكس. ليك انت يا فندم التليفون ده؟ اه ليا انا. موجود حضرتك؟ طبعا موجود يا فندم، احنا الحمد لله اللهم لك الحمد، المحل الوحيد اللي في البلد كلها اللي جايب الايفون 15 برو ماكس. ثواني يا كفور. اتفضل يا فندم. شكرا. هات. الله، حلو قوي التليفون ده. بكام بقى حضرتك؟ 100,000 جنيه بس يا فندم. طب ومن غير بس يبقى عامل كام؟ يبقى عامل 100,000 جنيه. طب تمام حضرتك، اتفضل. 1000 جنيه اهو، بيبقى فيه 99,000. انت عبيط يا ابني ولا انت اتجننت ولا في ايه في دماغك؟ بقول لك التليفون عامل 100,000 جنيه، بتديني 1000 جنيه؟ مفيش الكلام ده يا ابني، خد ال 1000 جنيه بتاعك وكمل فلوسك، هات فلوسك على بعضيها ويبقى تعالى خد التليفون، يلا هات التليفون. لا انت بتقول ايه يا فندم؟ انا التليفون عجبني وهاخده. ايه ده يا ابن الحرامية؟ خد يلا. رايح تجيب تليفون ب 100,000 جنيه يا حيوان؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، هو كل ده كان حلم وما كانش حقيقة؟